بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نسألك حسن الخاتم. حبايب قلبي، ما تنسوش الاشتراك وتفعلوا زر الجرس وشاهدوا الفيديو للآخر يا حبايب. هعمل معاكم النهاردة الكمام. هعجن كلها عجينة واحدة كمام، بس هاخد منها حتة اعملها قرص بعد. المقادير معايا، انت عايزة تعير عيرة، بس انا بعمل بالنظر كده عارفة المقادير. معايا 2 كيلو لبن، ومعايا 3 كوبايات زيت على سمن. لو عايزه تحط سمنه بس عادي، زيت بس بيبقى حلو. ودي خميره يا حبايبي، حماتي بتقلبها في شويه دقيق على بيات، اسمها خميره بيره، بنربيها على بيات، بتبقى خميره، بتعجن عليها تاني يوم بتبقى حلو، بتعجن وتشتغلي على طول. ولو عوزت ميه هزود، ما عوزتش بستكفي باللبن، بس انا هعوز ميه. وحاطه في الميه يا حبايبي شويه ملح وشويه سكر، ولو عندك سمسم حط، بس انا ما عنديش فمانيش هحط. حطوا لايك يا حبايب قلب، اللايك مش بفلوس، ده ببلاش. وشاهدوا الفيديو للاخر، ربنا يسعد قلوبكم يا رب. هنحط اللبن بقى. دي لبن رايب يا حبايب. دي زي ما قلت لكم لبن رايب. لو عايزه تحط السمنه الاول، ده تبع الرغبه برضه. انا امرار بعمله معاكم بالسمنه الاول، وامرار بعمله باللبن عادي. وكده هنضيف السمنه. كده هنزود ميه لان اللبن قليل يا حبايبي. هلفه من الدقيق يا حبايبي وارجع معاكم تاني. ورجعت معاكم يا حبايبي. دي الكميه دي يا حبايبي 10 كيلو دقيق، حطيت عليهم ازازه زيت كامله، وحوالي كيلو سمنه او كيلو وربع، وباكويان فانيليا، واللبن، وزودت شويه ميه بس مش كتير، تبع الدقيق بتاعك ما بياخد ميه. وانا كنت ناسيه الفانيليا يا حبايبي، جبت وحطيت باكويان، بس لو فيه فانيليا سايله بتبقى احلى.
تعرف اللي هي اتعجنت معاك اما ما عادش يطلع في ايدك عجين زي ما انت شايفه كده. كده يبقى خلصناها. هسيبها ترتاح 10 دقايق وارجع معاكم تاني. ورجعت معاكم يا حبايبي. احنا بنعملها صغيره كده، وهحشي جزء منهم بعجوه وجزء اعمله سالق. بتفردها وبتحط فيها حته العجوه وبتقفلي عليها بس، وبنبططها. اهي يا حبايبي. وبرص بقى على الصينيه. هعمل كمان معاكم واحدتين واقفل الفيديو لما اخلصهم ارجع معاكم تاني. اهي يا حبايبي. هي العجوه بتبقى ظاهره كده، وما بنيجي ندخلهم الفرن بنعملها بالشوك عشان ما تقبش مننا. بنغرزها، هي بتمشي عليها الشوك عشان ما تقب. لو انت عايزاها تقب ما بتعملهاش بالشوك. هعمل معاكم كمان واحده واقفل الفيديو على ما اخلص. اهي يا حبايبي. هخلص القرص بقى وما اجي اعمل الكمادة ارجع معاكم تاني. ورجعت معاكم يا حبايبي. خلصنا القرص وكده هبطط بقى نعمل الكمادة. انا بعمل الكمادة يا حبايبي صغير ما بكبرها. اهي عايزه انت تكبر تتخن ترقق عن كده تبع الرغبه. اشتركوا في القناة يا حبايبي وفعلوا زر الجرس وشاهدوا الفيديو للآخر. ربنا يسعد قلوبكم يا رب. كده الكمادة يا حبايبي. هخلصه بقى عشان الفيديو ما يطولش وارجع معاكم تاني. لما اطلع عند الفرن هقوم راجعه معاكم تاني. ورجعت معاكم يا حبايبي. اول صينيه انا ولعت الفرن يحمى شويه وبحطها في الفرن، ولازم تخرموها بالشوكة عشان ما تقلب. لو انت بتحبها تبقى قبة خلاص بتسيبيها، بس احنا بنحبها زي ما هي كده. هدخلها وعشان الفيديو ما يطولش عليكم يا حبايبي لما تطلع هوريها. ولازم توطي من فوق على ما تتلدد شويه كده يا حبايبي. قربت على سوا اهي، بس انا هحمر وشها كمان شويه. لو انت بتحبها تحميرها زي دي طلعها عادي، بتحبها تتحمر عادي برضك، دي تبع الرغم. ما تنسوش يا حبايبي الاشتراك وفعلوا زر الجرس وشاهدوا الفيديو للاخر. ربنا يسعد قلوبكم يا رب عشان اكبر بكم باذن الله. عايزين نحقق شروط الربح يا حبايبي. زي ما قلت لكم فاتحه القناه دي مصدر رزق ليا ولولاد. كده حلوه يا حبايبي. وكده من تحت هخلص بقى يا حبايبي القرص معاكم وارجع اما اخلصهم وارجع معاكم وانا بعمل الكمام. ورجعت معاكم يا حبايبي. كده خلصنا القرص وهعمل الكمام. الكمام بيبقى عايز نار عاليه يا حبايبي لان الرقيق ما تبقاش تخين زي القرص. ولازم نوري بالبيض عليها عشان يديك ساعتها. لو انت بتعمل بس انا هسيب لكم الفرن عشان تشوفوه اهو.
بدأ يرفع. بسم الله ما شاء الله. عايزة الكماج يرفع معاكي لازم تبططيه وتسيبيه يرتاح شوية على الصينية، على تفرش الملاية وتاخدي بيرتاح معاك بإيد كده، انما هتبططيه وتدخلي في الفرن على طول ما بيجي. هعمل معاكم الصينية دي يا حبايبي واخلص وارجع معاكم تاني، بس ما اوريكم الصينية دي. ما تنسوش يا حبايبي تشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس وحطوا لايك يا حبايب قلبي، اكتبوا لي تعليق حلو ربنا يسعد قلوبكم يا رب، وشاركوا الفيديو للاهل عشان اكبر بكم باذن الله. كده يا حبايبي الكمجة وكده اعرف من تحت. اخلص بقى الكمج يا حبايبي وارجع معاكم اصوره لكم في القهوة. والسلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.